السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي في الله. اليوم جديد وفيديو جديد. اليوم جيت وجدت لكم ماسك من اقوى الماسكات للبشره، هديه لكل عروس مقبله على الزواج، هديه لصاحبه البشره الحساسه، البشره الدهنيه، الناس اللي عندهم مشكل ديال التجاعيد، تصبغات، نمش، حب الشباب. ماسك من اقوى الماسكات اللي كما كنقولوا بزاف ديال الناس غافلين عليها، وعلى ضمانتي اخواتي ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تبهركم النتيجه من اول استعمال. وتبعوا معايا من الفيديو حتى الاخير. ومرحبا بكم جميعا. وقبل ما نبدا، اللهم صل وبارك عليك يا رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله. عندي اخواتي البابونج او زهره البابونج اللي غنيه على التعريف، معروفه انها كتفتح اللون ديال الشعر، ولكن سيداتي كتفتح لك حتى البشره ديال الوجه ديالك، وكتعطيك اشراق ولمعان، نضاره، كتهنيك من الاوساخ، كتقضي لك على الدهون اللي كتكون والافرازات اللي كتكون في البشره، يعني كتحميك من اشعه ديال الشمس، يعني الخطوط اللي كتكون حول العين حول الفم، تصبغات ناتجه على حروق ديال الشمس او ولاده. ماسك اخواتي غنبقى نشكر لكم فيه بزاف، ولكن جربوه اخواتي ورجعوا للتعاليق وقولوا كي جاكم هذا الماسك، هذا اللي من اقوى الماسكات. يعني خبراء ديال التجميل اللي كتكون يعني اشياء اللي كما كنقولوا كتستحضر في منتوجات تجميليه اللي كتكون تتباع باهظه الثمن، ولكن تقدري سيدتي تحضريها بطرق بسيطه وغتستافدي منها البشره ديالك وغادي تبهرك النتيجه. البابونج اخواتي راه كما كنقولوا راه كيرطب البشره بشكل مثالي، كيجعلها لينه وطريه اخواتي بحال البشره ديال الاطفال، يعني كيعطيك وجه كما كنقولوا رائع. العمر اخواتي، الناس اللي كيبان فيهم العمر في الوجه ديالهم كما كنقولوا كتظهر عليهم مشاكل ديال التجاعيد حول الفم والعينين، يعني كما كنقولوا، والخطوط اللي كتكون في الجبهه، هذا غيحاربها سيداتي وغادي يقضي لك عليها بمكونات بسيطه. انا درت هنا 2 معالق ديال البابونج، يعني خليتهم مده طويله تقدري سيداتي تغليهم، ولكن انا باش نتفادى ديك الزيوت الطائره اللي كتكون في الاعشاب، انا خليته درت له مغليان في كاس نتاع الشاي، 2 معالق ديال البابونج في كاس نتاع الشاي، وخليته طلق كما كنقولوا، عطيته الوقت وانا رجعت له. يعني غادي ندير الماسك ديالي. تقدري سيداتي هذا المغلي البابونج كما تنقولوا تهزي قطن وتمسحي البشره ديالك وتخلي 10 دقائق عفوا، يعني تكرري هذه العمليه بزاف ديال المرات. ولكن هذا الماسك هذا اللي غادي نشارك انا معك دابا حاليا، يعني مغلي ديال البابونج مع معلقه ديال النشا الذره او المايزينا، كتقضي لك سيداتي على التصبغات، على النمش، على حب الشباب، وخصوصا كما كنقولوا حروق ديال الشمس او كنف اللي كيكون في البشره ناتج على اشعه الشمس او ولاده. يعني كاينين بزاف ديال الاخوات كيكونوا يعني من بعد الولاده كيكون عندهم تصبغات في البشره ديالهم، هذا غيقضي لكم عليها اخواتي. ولكن العروس اللي كتكون مقبله على الزواج تقدري سيداتي المغلي ديال البابونج غتستعمليه ياغورت المسوس طبيعي، واخا يكون كما كنقولوا منتهيه ليه الصلاحيه، تقدري تستعمليه توظفيه البشره ديالك سيداتي، اللي اكيد غادي ينفع لك البشره ديالك. البابونج اخواتي راه كيهدأ البشره يعني، وكيخلصك من الافرازات الدهنيه، وكيعتبر علاج فعال للبشره الدهنيه والحساسه اخواتي. الناس اللي عندهم البشره حساسه ودهنيه يستعملوا البابونج وانا ديجا شاركت معكم الماسك ديال الخيار اللي تا هو مفيد للبشره الحساسه والدهنيه. يعني كل الماسكات اخواتي اللي كنشارك معكم انا كلها يعني راها مجربه على ضمانتي كما كنقولوا، وكنستعملها لنفسي، وكنتمنى من الاخوات حتى هما يجربوها. انا هنايا كما كتشاهدوا انا درتو هنايا فوق في حمام مائي كما كتشاهدوا، يعني راه الصوره واضحه، يعني كتعبر عن نفسها، غير الطريقه تكون مضبوطه اخواتي. يعني كما كنقولوا البابونج راه كيحارب البثور وحب الشباب، وكيعطيك بشره ناضره اخواتي، كما كنقولوا كينقي يعني كينقي لك البشره ديالك من الندوب، وكيخلصك من الجلد الميت، يعني الا استعملها تقشير الوجه، وكيحميك اخواتي، كيحميكم اخواتي من حروق ديال الشمس
يعني اللي كتكون حاره، وخصوصا اننا في فصل الصيف راه كتكون الشمس حاره. وهنايا كما كتشاهدوا انا درت هنايا قطرات نتاع الزيت. تقدري سيداتي تستعملي الزيت اللي عندك، ماشي بالضروره هذا. وحتى الاوساخ اخواتي والجراثيم، يعني كما كنقولوا راه معقم تستعملي البشره ديالك. يعني ما غلي البابونج راه معقم للبشره اخواتي، وخصوصا لصاحبات البشره الحساسه اللي كيكون يعني دارت شي مكياج كما كنقولوا شي البشره ديالها، او دارت شي حاجه كتكون عندها بشره حمراء، يعني راه كيهدن البشره ديالك سيدتي. ما كيخليش عندك بشره يعني كما كنقولوا فيها احمرار او فيها شي مشاكل. وهاد القطرات اخواتي ديال كما كنقولوا ديال الحلزون تقدري تستعملي هذا غير كمرطب. ولكن الماسك انا فاش استعملته اخواتي راه بهرتني النتيجه ديالو، حيت راه خلى لي البشره ديالي رطبه 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 بحال ديال الاطفال، يعني ماشي ناشفه. وراه ما دهنتوش فاش كنغسل الماسك ديالي انا ديال البابونج، راه ما دهنتوش حيت ما نشفليش اخواتي البشره ديالي. وانا من صاحبات البشره الجافه، يعني انا من الناس اللي عندي البشره يعني جافه في البشره ديالي، وفي نفس الوقت حساسه. يعني اي حاجه ماشي هي راه تيكون عندي مشاكل في البشره ديالي. وكما كنقولوا البابونج اخواتي راه فيه خصائص ديال كما كنقولوا البشره، فيه خصائص كثيره للبشره. كيرطبها، كيشافي لنا الجروح اللي كتكون طفيفه في البشره ديالنا، كيساعد على تفتيح البشره، وكيشد المسام اخواتي، وكيهدئ البشره الحساسه، وكيقلل ظهور حب الشباب. يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال ظهور حب الشباب اخواتي استعملوا هذا الماسك هذا لوليداتكم، وخصوصا المراهقين. يعني من بعد اللاج ديال كما كنقولوا البلوغ تيظهر حبوب على البشره، كيكون تغيرات نتاع البشره. تقدر السيده تستعمل هذا الماسك هذا. انا بنتي تقدر تستعمل هذا، بنت عندها 6 سنين ولا 8 سنين 9 سنين تستعمل هذا الماسك هذا، ما تخاف حتى من شي حاجه. اللي يعني ماسك عادي، يعني شي حاجه اللي مفيده للبشره. وها هو الماسك ديالي اخواتي يعني حاضر، وكنستعملو انا يوميا. البشره ديالي اخواتي كتخليوه 20 دقيقه وكتغسلوه، يعني عادي. يعني البشره تكون نقيه ماشي موسخه بطبيعه الحال. وكنستعملوا البشره الرقابه. انا كنستعمل الماسك اخواتي حتى اليدين ديالي، حتى المهم فيما كانت شي منطقه فيها السواد غتستعملوا هاد الماسكات هذه اللي زوينه بزاف. وكنتمنى من الاخوات يتبعوا هذا الماسك اللي قدمت معكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم، على البارطاج، على الكلمات الزوينه، على التعاليق اللي تقريبا اخواتي كلها يعني ايجابيه. ما كاينه السلبيه الحمد لله. يعني حتى لدابا اللهم لك الحمد كل شيء الناس كيشكروا الوصفات اللي كنشارك معكم. والشكر لله، وشكرا لكم بزاف على الدعم وعلى الكلمات الزوينه. وشكرا للمتتبعات الوفيات اللي في العراق. ساجده شكرا لك بزاف. خوتنا اللي في الجزائر